السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل اي حاجه انزلي في التعليقات صلى على النبي وحطي لي لايك الحلو كده. وتعالوا شوفوا العظمه والجمال اللي احنا هنعملها بكيلو دقيق. بسم الله ما شاء الله، عملنا كذا شكل من الفطاير الجميله دي. وعملنا بحشوتين، الشوكولاته والجبنه. اي حشوه تحبي تحشيها لها مش مشكله، على حسب رغبتك. زي ما انتم ما شايفين، لازم في وقت المدارس والحضانات دي الفطاير دي تكون موجودة في كل بيت مصري. فعشان كده جاية لكم النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة، ومن كيلو دقيق بس بسم الله ما شاء الله تعمل العظمة دي كلها. تمام. زي ما انتم ما شايفين عاملينها بالشوكولاتة، ما شاء الله طعمها كان تحفة. اهو زي ما انتم ما شايفين عملنا كذا شكل، عشان الاشكال دي بجد بتفرح الاطفال جدا، وبتخليهم لو مش بياكلوا بياكلوها. معانا هنا علبة بعد ما سيبناها بردت وهديت خالص الفطاير بتاعتنا. قصينا فيها الفطاير بالشكل ده كده، عشان العلبة دي بتحتفظ فيها بيها، ما بتخليهاش تنشف ولا اي حاجة. تمام. زي ما انتم ما شايفين كده بتفضل طرية وهشة زي ما هي كده ما شاء الله. وعملنا فطاير على شكل المولتو كمان زي ما انتم ما شايفين كده. يلا نسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه. معانا هنا بولة هنضيف فيها كوبايتين من اللبن، نص كوباية سمنة على زيت. لو عندك زيت مش مشكلة، اي حاجة عندك ضيفيها. معانا بيضتين، معلقة من الخل عشان الزفارة. لو عندك فانيليا ضيفي فانيليا. تمام. معانا معلقتين سكر، رشة من الملح. معانا باكت خميرة بما يعادل معلقة كبيرة من الخميرة. تمام. هنقلبهم كويس جدا. بعد كده هننزل بكيلو من الدقيق. ممكن الخطوة دي ما تحتاجش للبن او اي سوائل تانية، بس على حسب الدقيق. انا هنا دلوقتي احتجت نص كوباية من اللبن. تمام. كده الكيلو دقيق اخد معايا كوبايتين ونص لبن، وبيضتين، معلقة باكت خميرة معلقة كبيرة يعني، معلقتين سكر، رشة من الملح، نص كوب زبدة على زيت. تمام. هنعجنها كويس جدا في الخطوة دي. لازم نعجن العجينة كويس جدا، لان لو عجنت العجينة كويس جدا لحد ما شفتها بالشكل اللي انا عملته ده، هتطلع معاكي احلى واجمل فطاير. طبعا ده اختبار ان احنا نشد العجينة كده. لو خرمت منك يبقى العجينة كده عايزة عجن تاني. لو ما خرمتش وعملت بالشكل اللي عملته ده تبقى العجينة معاكي مظبوطة. هنقفلها كده ونسيبها لحد ما حجمها يتضاعف معانا، وبعد كده نقطعها كور بالشكل ده كده على حسب الحجم اللي انت عايزة تعمليه. هنفردها بالشكل ده كده، وهنفتحها فتحات من النص، وهنحشيها شوكولاتة ونقفلها بالشكل ده. بجد شكل حلو قوي، وشكل يشد الأطفال ان هي تاكلها ويفرحهم بيها. او زي ما انتم ما شايفين كده. ممكن تحشيها فراخ، ممكن تحشيها لحمة مفرومة، اي حاجة انت حباها لها تحشيها مش مشكلة، تبقى جميلة وسهلة. ممكن تحطيها للاولاد في اللانش بوكس في الحضانة او المدرسة، وممكن يفطروا بيها. يعني بصراحة بتوفر توفير جامد جدا، وحاجة انت عاملاها في بيتك وضمناها. اهو زي ما انتم ما شايفين بالشكل ده كده. بنعمل كذا شكل لان بصراحة يعني بتبقى جميلة جدا في اكلها. كان عندي شوكولاتة مكعبات بالشكل ده، جبتها وكسرتها وحطيتها فيها وقفلتها بالشكل ده كده. طبعا اي شكل تحبيه تعمليه. اهو زي ما انتم ما شايفين. اهو ما شاء الله. اهم حاجة نسخن الفرن كويس جدا لمدة 10 دقايق. بعد كده هنجيب معانا بيضاية على نقطتين من الفانيليا وندهنها بالشكل ده. ما عندكش بيض ادهني وشها لبن، ما عندكش لبن عادي مش مشكلة، ده اختياري. تمام. معايا برضو شوية سمسم على حبة البركة، وده برضو اختياري على حسب الرغبة. بصراحة بيدي شكل وطعم حلو قوي. اهم حاجة كده احنا مشغلين الفرن
يسخن وهنحطها فيها على طول. هنا بقى نعمل بنفس العجينة طريقة المولتو زي ما انتم ما شايفين. عملنا العجينة على شكل دايرة كده، وبعد كده بنقطعها مثلثات بالشكل ده كده، وبنحشيها شوكولاتة. بجد كانت تحفة وجميلة جدا. انا بحب اشكل الاشكال الحلوة دي، لان بصراحة بتفرح الاطفال ان هم ياكلوها، وبيبقى شكلها حلو زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا مش شرط شوكولاتة، لو عندك جبنة مش مشكلة، بس انا حابة اغير عشان خاطر الاولاد وكده، ما يبقاش طعم واحد. ما تنسيش تحطولي لايك.